لكن آدم ما استسلمش. أمه قررت تعلمه في البيت، وفجأة ظهر نهمه الغريب للتكنولوجيا والبرمجة. عنده 13 سنة كتب أول برنامج لمساعدة المكفوفين باستخدام الذكاء الاصطناعي ونشره على الإنترنت مجاناً. المفاجأة، واحدة من كبرى شركات التقنية في وادي السيليكون اتواصلت معاه وعرضوا عليه منحة وفرصة عمل وهو عنده 15 سنة. بعد 10 سنين آدم بقى مليونير، عنده شركته الخاصة لتعليم الأطفال الموهوبين اللي النظام رفضهم. وفي لقاء تلفزيوني سألوا آدم: لو قبلت المدرس اللي طردتك هتقولهم إيه؟ ابتسم وقال: شكراً، لأنكم دفعتوني أصنع طريقي. مش كل مختلف غلط، ومش كل عبقري لازم يلبس نفس الزي المدرسي. لو عندك حلم حافظ عليه، حتى لو قالوا أنت مش طبيعي، لأنك ببساطة مش عادي.